نافعه كتخدم بهدوء وكتحول الخضر لغذاء غني بالبروبيوتيك، كيساعد على الهضم، توازن الامعاء وتقويه المناعه. وانا مجرباها بزاف بزاف هاد المخللات. نهار اللي تقاسيت كنت متبعه نظام الطيبات ولقيت راسي عندي جرثومه المعده. الصراحه بديت كناخذ هاد المخللات، يعني انا ما كانش عندي جرثومه اللي ناشطه، يعني كان كاينه تحليله فيها الجرثومه ولكن ما عنديش اعراضها. وبقيت كناخذ هاد البروبيوتيك المخللات وزدت المسكه الحره، وبعد شهرين مشيت درت التحليله وانا يا صافي ما لقيتش الجرثومه نهائيا. الجرثومه ما بقاتش عندي الحمد لله والشكر لله، مع قطعت الخبز وقطعت السكر التهابات نقصات الحمد لله. الانسان كي يصيب وكيخطأ. انا مريت بتجارب عده كنبارطاجي معاكم وصافي. هنايا بغيت ندير الفلفل والخيار مخلل بماء مقطر او بماء مفلتر. يعني دابا درت الخيزو والفلفل، الخيزو والكرنب درتهم بالماء ديال الخضر الطبيعي بالملح الصخري. وهنايا كانت عندي الفلفله والخيار اللي ديجا موجودين عندي، عقمت قرعه، قطعت الفلفله اطراف والخيار قسمته، الخيار ولا الفكوس قسمتهم انصاص ودرتهم بديك القرعه معقمه صافي. ودرت لهم الملحه والزعتر وشويه تاع الثوم صافي، المنسمات اللي بغيتي، وكديري لهم الفيلم اليمونتير وكتخليهم هكاك. هنايا